عشاق قناة ولاد فانس، مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو سنوافيكم بآخر أخبار سعيد الناصري واعتقاله ليلة البارحة. قبل بداية الفيديو لا تنسوا وضع لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل الأخبار فريق الوداد الرياضي. تم اعتقال ووضع سعيد الناصري رئيس فريق الوداد الرياضي مع 20 شخصا آخر تحت حراسة نظرية لدى ولاية الأمن الدار البيضاء، وذلك للاشتباه في تهمة الزوار وقضية المخدرات المتعلقة بالشخص المالي. وكان سعيد الناصري قد ابتعد عن الأمور الخاصة بفريق الوداد الرياضي وابتعد عن تسيير فريق الوداد الرياضي، وذلك بعد اتهامه بتهم مذكورة سابقا. ولجان الرأي العام في الوداد الرياضي وأمواله وألقابه ليست لها أي علاقة بالمخدرات، لأن المتهمون مع سعيد الناصري ليسوا لاعبون أو مدربون أو أي شيء له علاقة بكرة القدم، هم فقط سياسيون لهم علاقة بحزب الذي ينتمي له سعيد الناصري. وفي آخر الأخبار فسعيد الناصري غالبا سيتنحى عن رئاسة فريق الوداد الرياضي، وسيكون الوداد رئيسا جديدا بقيمة فريق الوداد الرياضي، وذلك ما نتمناه كلنا. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.